ويا اهلا يا اهلا بالحلوين اللي وحشوني قد الدنيا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني وحشتوا قلبي والله. اخباركم ايه في الامتحانات وفي البرد وفي الاجواء الجميله بتاعت الايام دي؟ انا بجد كل اللي بتمناه دلوقتي الاسبوعين بتوع الامتحانات دول يخلصوا علشان العيال ياخدوا اجازه ويتكنوا بقى في البيت، ونهدى بقى من موضوع التعب ده كل اللي بتمناه. المهم فطرت الحمد لله، وقعدت بقى اقصقص في القصاقيس بتاعتي. الفقره دي انا بحبها قوي، فقره الشمس الشموسه دي انا مسميها بالنسبه لي. لازم كل يوم الصبح اقعد نص ساعه كده في الشمس، نصايه كده اللي هو بسميها نصايه هدوء نفس. اقول الاذكار بتاعتي، اشرب مشروبي، اسمع حاجه كده تهدي اعصابي، اقرا الورد بتاعي. عارفين الاجواء دي. النهارده بقى كنت قاعده بقصقص في القصاقيس. الصور دي طبعتها علشان السنه الجديده. هي حاجه زي فكره الفيجن بورد، بس انا مش بعملها على الحيطه، يعني انا بعملها في الاجنده بتاعتي. بحب اكتب كل سنه كده، بطبع صور توتو قاسر وببقى عامله لهم صفحه كده مخصصه، اكتب الحاجات اللي هي مميزه عندهم في المرحله دي، اكتب الحاجات اللي يعني مبسوطه منهم ان هم بيعملوها في المرحله دي، اكتب الحاجات اللي بتضايقني عشان لما يكبروا يعرفوا ان هم كانوا بيضايقوني وبيرازوا فيا عادي وكنت متحمله، واكتب الحاجات كمان اللي نفسي احققها الحاجات اللي ببقى نفسي فيها وبتمناها. بحس ان كتابه الحاجات وطباعه الصور من باب الحاجات اللي بتدينا تفاؤلوله كده وبتحمسنا وبتجدد نشاطنا وشغفنا. فانا دايما لما بتكلم مع ربنا بتكلم بالشكل ده. يعني انا في حاجه بسعى فيها، فيعني كاتبه انه الموضوع صعب شويه ومقفل شويه، بس تقول يا رب انا ما انا حاسه ان انا مسنوده عليك، انا حاسه ان الحاجه دي هتحصل بس في الوقت اللي انت شايفه مناسب ليا. فانا كل اللي بعمله ان انا بسعى في الحاجه دي، بس النتيجه دي بتاعت ربنا وبعمل اللي عليا. فكره احساس الواحد ان هو بيبقى بيعمل اللي عليه ده احساس مريح جدا. كمان لما بكون بتمنى حاجة دايما بتتردد في دماغي الآية دي: وما ذلك على الله بعزيز. مفيش حاجة بجد عزيزة وكبيرة على ربنا. كل حاجة ان شاء الله بنتمناها هتحصل، بس في الوقت، يعني انا دايما ببقى سايبة اختيار الوقت ده لربنا، لانه دايما يعني دايما بقول يا رب اختار لي ولا تخيرني. ربنا لما بيختار لنا الحاجة في الوقت المناسب لينا جدا جدا جدا، بشكل لا نتخيله. يمكن احنا زمان، انا كنت فيا الطبع ده، ببقى مستعجله بصراحه. لما نضجت وكبرت شويه و يعني فهمت الحته دي، بقيت اسيب اختيار الوقت لربنا، لان انا ببقى متوكله وبعمل اللي عليا وعارفه ان ربنا يختار لي كل حاجه تحصل في الوقت المناسب ان شاء الله. بس فدي الحاجات اللي انا بحب اعملها. الفقره دي بتحمسني قوي على دخول السنه. وبصراحه مش بقعد اقصقص كل الصور في يوم واحد لانها بتاخد وقت، فممكن نص ساعه كل يوم. انا عارفه ان في حد ممكن يقعد يقول هو احنا فاضيين للقصقصه والحاجات دي، ما عندناش وقت ليها. هي الفكره ما بتتحسبش انا فاضيه ولا ما عنديش وقت ولا عندي وقت، لا، هي الفكره بتتحسب دلوقتي انا ايه الحاجه اللي بتبسطني. انا ده المبدأ اللي بقيت ماشيه بيه. طالما الحاجه بتبسطني والوقت ده بحس ان انا كده فيه حاسه بالسكينه وهدوء النفس والحاجه دي مش حرام، خلاص بعملها. ما بيهمنيش بقى رأي حد اذا كانت الحاجه دي بالنسبه له تضييع وقت. معلش، بالنسبه لك ممكن تبقى دي تضييع وقت، انا بالنسبه لي الحاجه دي بتحفزني وبتشجعني وبتجدد حماسي وشغفي، فاهمين؟ فدايما دايما خدوها قاعده في حياتكم، اعملوا اللي يبسطكم. خدنا الكلام ونسيت اقول لكم انا بعمل ايه. المهم قعدت قصقصت لي شويه وبعدين دخلت على المطبخ. كنت قايله للولا ايسو اعمل لكم بكره دوناتس ولا اسمه ايه، سينابون. فقال لي لا دوناتس طبعا، علشان الدوناتس فيه شوكولاته. وبصراحه انا الاسبوعين اللي فاتوا كنت يعني مش مستقره في البيت، فما كنتش عارفه اعمل لهم بقى الاجواء بتاعه الكيكه والحاجات دي، ما كانش عندي وقت خالص، انا كنت بعمل اكل بالعافيه. بس المهم دخلت عملت دوناتس. انا بعمله بالطريقه اللي شاركتها معاكم زمان، وهي دي المقادير بتاعتها. كل المقادير اللي انا كاتباها على الشاشه دي مقادير الدوناتس بجد. ميزته ان هي طريقته سهله جدا. انت بتخلطي كل السوائل في البدايه على بعض، وبعدين بتضيفي بقى الحاجات اللي هي الدقيق والحاجات دي، وبتخلطي كله على بعضه بتعجني، وهلا هوبا بتسيبيه يخمر. انا عارفه ان في طرق للدوناتس بتكون احلى من دي، بس ده بيطلعه حلو وفي نفس الوقت طريقته سهله. بس بخلط كل السوائل زي ما قلت لكم، وبعدين اضيف الدقيق وبفضل اعجن بقى فيه. وبيني وبينكم يا ولاد انا قلبته كده قدامكم، وبعدين اخدت البوله دي في حضني وقعدت في الارض. بقيت عجوزه، يعني انا مش قادره فعلا اعجن وانا واقفه. فباخدها بقى وبقعد اعجن فيها وانا قاعده في الارض بتاع 10 دقايق، لانه عايزين العجينه او الحاجه اللي انتوا بتعملوها تطلع كويسه معاكم. اعجنوها كويس، ادوها وقتها في العجن عشان تطلع كويسه. ولو حسيتوا ان المكونات اللي انا كتبتها لكم دي في الاخر طلعت طريه قوي ومش عارفين تلموها ولزقت في ايديكم، ما تحطيش دقيق، حطي نقطتين زيت وحاولي تلميها كل شويه بكام نقطه زيت على ايدك كده وتلمي بيها العجينه. انا بعمل كده، بس ما تزوديش ابدا
اي دقيق تاني، علشان الدقيق هيخلي العجينه معجنه في الاخر، انما كده بتطلع هشه وجميله. انا عارفه ان في طرق تانية بتكون احسن للدونتس من الطريقه دي، بس دي انا بحبها علشان سهله وسريعه. واستخدمت الدقيق بتاع الكيك، لان ما كانش عندي غير الدقيق ده، فاحسن استخدمه دقيق متعدد الاستخدام. بصراحه بتطلع احلى بالدقيق المتعدد الاستخدام اكتر من دقيق الكيك. بعدين بقى غطيتها وحطيتها تخمر في الفرن بتاع البوتاجاز، كنت مدفياه كده علشان الجو كان برد قوي، قلت تدفى وتخمر على بال ما اخلص بقى ترويق البيت وترويق المطبخ. عايزه اقول لكم ان كانت انضف مكان في المطبخ المكان اللي انا كنت بصور لكم فيه، بقيه المطبخ حدث ولا حرج، مأساة حرفيا. بس والبيت برضو كان منهار كده وكل حاجه منتشره في كل مكان. فالمهم المفروض ان انا كنت احطها تخمر وبعدين اروق البيت، لقيت زوجي العزيز بيكلمني بيقول لي تعالي يا بنتي نروح نشتري طلبات البيت قبل ما العيال ياخدوا الاجازه، هما بيحبوش فقره المشتريات دي. اقول لا يا اخواتي، اقول له لا معلش انا عندي ترويق البيت وعندي عجينه هتخمر وحوارات. انا بصوا اكتر واحده تهرب من اي حاجه طالما هعمل حاجه بحبها. هربت طبعا، خدت ديلي في اسناني وقمت لبست على طول. ولما بتسالوني يا جماعه عن اي حاجه بكون لابساها جايباها منين يا توشو، لما تلاقوني برد، يعني انا ساعات برد على تعليق واتنين وتلاته بس مش بقدر ارد على الكل، بس لما تلاقوني ساكته اصلا وما قلتش انا جايباها منين في الفيديو ولا كلمتكم عنها، اعرفوا ان انا يا اما واخده مقلب فيها يا اما جايباها من محل قريب مني، فمش هتبقوا عارفين تيجوا نفس المحل ده. بس فالهودي دريس ده انا كنت واخده مقلب فيه جميل قوي، فانا اكيد مش عايزاكم تاخدوا المقلب اللي انا خدته. طلعنا بقى على الهايبر وان. هايبر وان انا بحب اروحه قوي الصبح بدري، للناس اللي بره العاشر من رمضان لو عايزين تروحوا تجيبوا مشترياتكم من هايبر وان روحوا بدري، واوعوا تروحوا في اي يوم يصادف يوم جمعة او سبت، وخصوصا بقى لو كان جمعة وسبت دول جايين متناسقين مع قبض الناس تبقى قبضت، يا الهي بتبقى مأساة حرفيا، وبيبقى زحمة رهيبة رهيبة رهيبة، وبجد بكره نفسي لو عملت كده. من زمان بقى اتعلمت الحركة دي، فبقيت لما بروح يا اما بروح بدري يا اما بروح في ايام العادية. بس فكانت وقتها الساعه 11 الا ربع، فكان وقت هادي وحلو، وانا بحب اعقم قوي المكان ده حتى من قبل موضوع الكورونا. دايما بيجي لي تهيؤات كده، انا عارفه ان انا هقرفكم بس بقعد اقول ايه، افرض اللي كان حاطط ايده قبلي ده حط ايده في بقه او حط ايده في مناخيره. يخرب بيت قرفي بجد. بس بجد دي التخيلات اللي بتيجي في دماغي يا جماعه، فلازم اكون حاطه ايدي مكان الشخص اللي حط ايده قبلي، انا ما ببقاش ضامنه يعني، فلازم اعقم المكان ده، خصوصا بقى دلوقتي منتشر قوي الكورونا والفيروسات والحاجات دي. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ ولادنا. مش عايزه اقول لكم المكان كان فاضي قد ايه. انا قلت هصور معاكم كده كام لقطه عشان كنت عايزه اركز، خصوصا ان انا قدامي مده معينه، وكمان اي مكان بيكون فيه ناس وبيبقوا قريبين من التصوير ما بحبش ابدا ابدا اصور اي حد، يعني انا بحس ان انا ما اقبلوش لنفسي ما اقبلوش لحد. انا ما بحبش ابدا حد يصورني من غير ما اخد بالي، بجد بتبقى حاجه وحشه مقرفه جدا، اي حد ممكن يعمل الحركه دي. المهم اول ما دخلت لقيت عاملين عرض على ديفا ده اصلا سعر الواحده بيبقى في الايام العاديه حاجه و60، فلقيتها عاملين عرض بس على اللي بريحه الديتول بس، كانوا الاتنين ب59، فجبتهم. قلت ريحه ديتول مش مهم، بس هو كنوع غسول ايد بجد ممتاز. ولقيت صفايه الرز دي شكلها حلو كده وشفافه وعسوله، وكان سعرها برضو حلو حاجه و50، فجبتها. وبعدين جري 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 قلت بقى اعدي الحاجات دي، انا ما كنتش عايزه منها حاجه. رحت جبت الاوكسي، كنت بدور على الاوكسي اللي هو الاوريجينال، علشان جربت قبل كده اللافندر واللي بالعود واللي بريحه الزهور، مفيش ولا واحد عجبني. دايما بحس الاوريجينال هو اكتر ريحه مميزه وبيطلع الهدوم ريحتها نظافه كده. بس وكنت بدور على معطر فريدة بتاع المسح اللي بريحة النظافة. خلاص انت كده حرفيا بتدوري على ممنوعات، مش موجود في اي سوبر ماركت بدخله. قلت مش مهم، حتى هنا برضو ما لقيتوش. رحت بقى جبت المناديل. انا دايما بستخدم المناديل ببتاعه بابيا، اكتر مناديل اللي ارتحت عليها يعني، وحاسه ان هي حلوه قوي يعني، خامتها قويه كده وحلوه. جبت مناديل للمطبخ ومناديل الحمام، وجبت المناديل السحب دي. دايما في العادي بجيب للشهر 3 باكيتات وبيقعدوا معانا طول الشهر، بس عشان بقى احنا في شتاء وفي تعب وفي الاجواء اللي انتوا عارفينها دي، فقلت اجيب الباكيت اللي فيها 6 يعني احتياطي بس. وجبت الاكياس دي بتاعه الفريزر، واكياس تانية اللي هي ذاتية الغلق دي قلت تكون لحاجات تانية معينة، والملمع الازاز بتاع فريدة،
وبس كده. انا ما شاركتش معاكم بقى اي حاجه تانية، كنت بجد يعني حسيت الوقت عدى مني، كنت عايزه بقى انجز واجيب الحاجات بتاعه البيت، وهيلا هوبا دربو على البيت، يلا بينا جري. الحمد لله خلصت جبت كل الحاجات، وبجد كان الجو هادي. انا بفرح قوي لما بيكونوا العيال معايا، بس بجد هم فعلا ما بيحبوش الفقره، او ما بيحبوش ان احنا نروح السوبر ماركت عشان نجيب مشتريات البيت، الصابون والحاجات دي. هم عايزين يروحوا يشتروا حاجات حلوه، لعب يلعبوا. بس جو الصابون والحاجات دي بحس ان هو هما بيتضايقوا جدا. بس احلى حاجه يا ولاد ان انا جبت اكل من بره، فمش هروح شايله هم الغدا. يلا بينا على البيت بقى علشان نشوف الدونتس. ورجعنا تاني للبيت. ربنا يديم نعمة بيوتنا علينا، بجد البيت نعمة يا جماعة ودفى كده. انا بحب جو البيت قوي، ومهما الدنيا تتغير والناس تقعد تقول انتي بيتوتية، انتي لازقة في البيت قوي، انا بحب الزق في البيت يا جماعة بجد. انا بحب اللزقه دي قوي. ربنا يا رب يديمها نعمه علينا. المهم بقى قعدت اشوف الدونتس بتاعي حبيب قلبي اللي حطيته يخمر من الصبح، تقريبا قعد اكتر من 3 ساعات، بس خمر بقى وشبع خمران. بحب امسح البتاع السيليكون اللي بفرد عليها العجينه دي برشه دقيق، علشان اضمن ان العجينه ما تلزقش مني وانا بفردها. بس مش عايزه اقول لكم العجينه طلعت خطيره. انا عارفه ان في طرق احسن للدونتس من دي وادق وبتفاصيل ادق، بس بيبقى فيها تفاصيل وصداع كتير فبتخلينا نكسل نعمله، انما ده بتحطي كله على بعضه هلا هوبا وتعجنيه بيطلع حلو. وبرده هرجع واقول اللي بيتعمل بالعجينه بتاعه بالدقيق بتاع متعدد الاستخدام بيكون احلى بكتير من دقيق الكيك، يعني ده اللي كان عندي وقتها. بس كده يا ولاد، وهشارك معاكم دلوقتي المشتريات اللي انا جبتها في نفس الفيديو، بس صورتها لكم تاني يوم علشان في حاجات كنت جايباها عايزه اجربها وادوقها، وبعدين هكلمكم عنها تاني يوم. بس كنت عايزه اكلمكم بقى واحنا بنعمل العجينه عن حاجه كنت شاركتها معاكم في الفلوج اللي فات، تقريبا الفيديو اللي قبل اللي فات. لما قلت لكم على نوع نسكافيه بتاع ابو عوف، ولقيت فيه بنات كتير قالوا لي ان هو مقاطعه. انا لما بحثت في الموضوع قبل حتى ما اجيبه، انا من بدايه المقاطعه مبدئيا كده، انا طبعا مع المقاطعه قلبا وقالبا، حتى لو هي مش جايبه نتيجه، حتى لو في ناس شايفين ان هي ما عملتش اي حاجه، بس دي الحاجه اللي الواحد بيعمل، الحاجه الوحيده اللي الواحد بيعملها بجانب الدعاء اللي بتخبي احساسنا بالعجز، اللي هو يا ربي انا اديني بعمل حاجه حتى لو مش مقتنعه بيها 100%. فاهمين؟ انا بتكلم بوجهه نظر الناس اللي شايفين هي ما جابتش نتيجه يعني. دي قناعتي انا بعملها، وانا حتى اللي هو ايه بخبي فيها احساسي بالعجز، وهي حاجه بقى يعني يا رب، يعني لما اقابل ربنا اقول يا رب انا عملت كل اللي في ايديا والله، وانا عارفه ان الوضع ما اتغيرش كتير ولسه هما في مأساة. طيب موضوع ابو عوف، انا لما بحثت عن الشركه لقيتها ان هي اساسا كانت شركه مصريه، وفي مستثمر تقريبا اماراتي. قصه حياه الشركه بقى اخد جزء من الشركه، فهي الشركه دي دلوقتي اصبحت اماراتيه ومصريه. ايه اللي بيخلينا نقول الامارات مقاطعه؟ ده بسبب موقف الحكومه الاماراتيه من اللي حصل في غزه. عشان كده قلنا موقفهم كان وحش قوي، فاحنا هنقاطع كل المنتجات الاماراتيه. جه من فتره حصل نفس الموقف عندنا، والحكومه او مش عارفه مين اللي كان مسؤول عن كده، ان هم يسمحوا سفينه تعدي في مليانه بالاسلحه تبع الكيان، تعدي في قناه السويس عندنا وتروح تقتل اخواتنا. وكان المسؤول عن كده اكيد الحكومه مش احنا، يعني فاهمين؟ احنا كشعب كنا ضد ده. اي شركه بتصنع اي حاجه اكيد كانت ضد ده، اكيد مفيش حد ابدا ممكن يبقى مع كده. حتى الناس اللي ممكن يكونوا شغالين في المكان ده هيقولوا دي سياسه وقوانين معينه وبنمشي عليها ولازم نمشي عليها ولا بلا بلا وكلام كتير. جاء يميها يعني انا بص مش متابعه السياسه قوي، بس بكلمكم يعني في الحاجه اللي انا فهمتها. جاء يميها بعض الدول المجاوره قالوا ان احنا لازم نقاطع اي منتجات مصريه. طب احنا دلوقتي هنقاطع اي منتجات مصريه؟ ما هو يمكن صاحب الشركه ده هو ما طلعش وصرح انا تبع الكيان، انا بحب الكيان. لا، فبلاش ناخد حد بذنب حد. يعني ده المبدأ اللي انا ماشيه بيه. انا ما اخدش مستثمر ما طلعش وصرح وقال انا تبع الكيان ده، زي المنتجات اللي احنا قطعناها قلبا وقالبا. انتوا عارفينها بقى، كل منتجات كوكاكولا واي حاجه تبع نسلي والمنتجات المعروفه اللي طلعت وصرحت وبعتت لهم دعم وحاجات ياكلوها او يطفحوها يعني. فبس يعني ده مختصر، ده الحوار اللي بيدور جوايا. فانا ما باخدش حد بذنب حد طالما هي شركه مصريه، يعني المستثمر بتاعها حتى لو اماراتي هو ما طلعش وقال انا تبع الكيان،
خلاص يبقى تبقى مش مقاطعه يا جماعه، ليها قاطعها وهي حاجه مش مقاطعه، يبقى انا كده بدور استثمار بلدي قبل ما اضرهم هم. وده وجهه نظري. لو انتوا شفتوا حاجه انا معرفهاش عرفوها لي ارجوكوا، يعني انا معاكم، احنا كلنا في قالب واحد، وكلنا يعني قلبنا على الموضوع ده. يمكن انا تكون حاجه ما وصلتليش او معرفتش اوصلها بالسيرش لما كنت ببحث، بس عرفوني. يعني دي وجهة نظري، بس لو في اي مشكلة وفعلا توصلين لحاجة متأكدين منها نقاطع. يعني هي جت على وعوف بلانيلا، يعني انا بقالي اصلا سنة بشرب في انواع المانية وانواع يعني مستوردة، وبعدين قلت لا، ما اجيب بتاع ابن بلدي اهم احسن يعني من انا اجيب حاجات مستوردة. بس لو هي مقاطعة في داهية يعني مش هنتكلم في حاجة زي كده اصلا. بس حبيت اوضح لكم وجهة نظري. المهم دخلت معانا هنا ايادي الرحمة. ايادي الرحمة لازم يشاركوا في اي حاجة، انا بحس ان دي متعتهم يا جماعة والله بجد. سيبوا عيالكم يشاركوكوا في الحاجة اللي انتوا بتعملوها، يعني الكيك والحاجات اللي فيها شوكولاتة دي مش ما كانتش شوكولاتة خام، دي اللي هي الشوكولاتة اللي بتبقى عاملة زي النوتيلا دي، دريم. لا نوع مش دريم، لا نوع تاني، بس نوع مش مقاطعة. يعني هبقى اوريهولكوا في المشتريات، او تقريبا وريتهولكوا الفيديو اللي فات تقريبا. مهم، بس فحطيت عليه شوية حليب سخنين فخلوا الشوكولاتة تبقى كده سايحة وينفع احط فيها الدونتس. بجد كان طعمه حلو قوي قوي قوي، وطريقته سهلة ولذيذة وجميلة قوي، والعيال بيحبوه. بس احنا كنا بنقول ايه؟ احنا مش هنتكلم دلوقتي. احنا لا، احنا مش هنتكلم دلوقتي، احنا هنتفرج على الجمال ده. في صمت. سيبوني اتفرج في صمت. تحفة بجد بجد، كان تحفة. وبعدين عملت ايه؟ طبعا كنت مدبسة نفسي في 10 كيلو طماطم، جبتهم علشان عارفة ان انا هفضل اقول بكرة 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 لحد ما الاقي الطماطم غليت قوي ومش هبقى لحقت ان انا افرزها وهي سعرها كويس، وكمان حلوة. يعني عارفين اللي هو موسمها، فالطماطم جميلة مش مدودة بقى وبايظة، لا بجد كانت الطماطم ما شاء الله حلوة قوي. وانا شطورة لقيتها في المحل اللي انا بجيب منه خضار على كام 5.5، فكانت حلوة قوي. المهم انا قطعتهم بالليل وحطيتهم على النار ودخلت نمت. والله كانت الساعة 7 بالليل، ويعني ربنا يجازيه خير جوزي، لقيته صحيت الصبح لقيته طفى عليهم، يعني هو طفى وساب. صحيت بقى الصبح عملتهم بالهاند بلندر وصفيتهم. انا لازم اصفي الطماطم، بجد كانت ما شاء الله تحفة. هوريها لكم دلوقتي وانا بعبيها. ده كان تاني يوم. كنت عايزه افتح الاكياس دي علشان اشوف مقاسها، والحمد لله طلعت المقاس اللي انا عايزاه، لان انا كنت دايما بجيب المقاس الكبير. المقاس ده 18 في 20. تحفه بقى في ايه؟ ان انتي توزعي فيه الجبنه الموتزاريلا، تبقى يعني هياخد كميه تكفيكي مره واحده. وحلو قوي في العصاج بتاع اللحمه، بدل مثلا ما بقسم الكيس على قسمين وبفضل اسحب منه. حلو قوي في شوربه الخضار، فالاكياس دي بتبقى حلوه. انا بحب المقاس الصغير جدا، بس بحس ان هي عمليه اكتر. قلت بقى اشارك معاكم الحاجات اللي جبتها سريعا كده. جبت وفير ده انا دايما بستخدمه من زمان الزمان، يمكن هو احلى نوع صابون انا بحبه، سعره حلو جدا وفي نفس الوقت جودته كويسه قوي، وبينظف كويس وبيعمل رغوه حلوه قوي. بس لما تجيبوا هاتوا اللي بيكون بالليمون الاصفر، اللي بيكون لونه اصفر. حسيت ان هو احسن من اللي بيكون لونه اخضر، يعني انا لما جربت ده وده حبيت ده اكتر. بس كده يا توشو. اللي بعده زي ما وريت معاكم في المشتريات وانا بشتريه الاوكسي، بحب قوي اللي هو الاوريجينال. وطبعا اوكسي مش مقاطعه، وفير مش مقاطعه يا جماعه. بقى الاسبونجات اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي خطيره. وجبت كمان الاكياس بتاعه الفرن دي، قلت علشان اعمل فيها بطاطا، عايزه اجرب فيها البطاطا. شفت ناس كتير قوي بيعملوا فيها البطاطا، مش فاكره انا كنت عملتها من كذا سنه بالطريقه دي وكانت حلوه قوي. عايزه اقول لكم بقى على الاسبونجات دي خطيره بجد، خامتها تحفه. لو لقيتوها في اي مكان جيبوها على طول. انا بحس ان هي اصلا بتختفي، مش بلاقيها كتير، فعشان كده لما لقيتها جبت كذا واحده. الباكت بيكون فيها 2 وسعرهم 18 جنيه. بجد سعرها حلو، خامتها حلوه جدا وبتقعد كتير. واحلى حاجه عاملينها فيها الفتحه اللي عاملينها من فوق الخرم ده، علشان انا عندي عامله تعليقه فوق الحوض، بحب اعلق فيها الاسبونج تبقى دايما متصفيه كده وناشفه، بحبش يبقى فيها ميه وتبقى ريحتها مغيره كده ومش حلوه. بجد ممتازه، بتنضف كويس قوي وفي نفس الوقت مش بتجرح ابدا في اي حاجه ممكن تتجرح. وجبت المشروب بتاع بتراك اللي كل الناس بتتكلم عنه، تفاح بالقرفه، وبامانه ما عجبنيش قوي. عارفين لما تحسوا ان انتوا بتشربوا حاجه
خلاص انت شربتوها مره، لا مش هتكرروا التجربه دي تاني. مش اللي هو واو بقى حاجه ممكن كل يوم اقعد اشرب منها وفظيع وخطير. هي طبعا كل الحاجات دي في الاول في الاخر اذواق، بس انا كذوقي انا ما حبيتوش. حسيت ان التفاح فيه مزز شويه، والقرفه مش باينه خالص. ولما بتقللي مثلا كميه المشروب اللي بتحطيها مع الكوبايه، هو اولا انت بتحطيه بس في الكوبايه وبتحطي عليه ميه مغليه، مش بتضيفي اي سكر لان هو محلى. انا حبيت اكتر، عندي دايما بستخدم اللي هو المشروب بتاع روتس اللي هو تفاح بالقرفه. ده بقى بتحطي السكر انتي عايزاه، مش عايزه تحطي سكر ما تحطيش، يعني دايما بشربه من غير سكر. ريحه القرفه بتبقى باينه فيه، وطعم التفاح ما بيكونش لاذع. يعني بفضله اكتر من المشروب بتاع فيتروك. يعني هي كانت تجربه، بس بجد من كتر ما شفت الناس بتتكلم عنه فحبيت اجربه. بس للامانه ما حبيتوش قوي. قولولي لو حد زي جربه وما حبوش عمل فيه ايه. يعني بفكر في مره اجرب اشربه دافي، يا ربي ساقع احط فيه تلج كده، بس اكيد ده هيبقى في الصيف مش دلوقتي خالص. حاسه ان هو ساقع هيكون احسن. بس جبت ايه بقى؟ مشروبات بقى، مشروبات الشتاء يا جماعه. كذا علبه جبتها من الهوت شوكليت، وجبت سحلب دريم وسحلب باب الشام. هي العلبه ما بيكونش فيها كتير يعني، عشان كده جبت كذا واحده، جبت من كل نوع 2. سحلب حلو الشام كنت جبت منه في بدايه الشتاء، وبصراحه تحفه، طعمه ممتاز حلو قوي. يمكن ما بيديش قوام تقيل قوي، بس لو انت عايزه تقلي الكميه بتاعته تقليها، بس كطعمه حلو قوي. جبت كمان اللي هو اللبان الدكر، او اسمه منقوع لبان الدكر، علشان ده لبان الدكر علشان انقعه في ميه واشرب قبل كل وجبه كوبايه ميه من اللي بيكون منقوع فيها لبان الدكر، علشان دي مفيده قوي للجرثومه. وسمعت ان في ناس كتير خفت لمجرد بس ان هي استمرت على فكره منقوع لبان الدكر ده لمده شهر او شهرين او 3 على حسب كل واحد نسبه الجرثومه عنده ايه، لان نسبه الجرثومه بتختلف يعني في شفائها. بس فقلت يا مصلح الحال يا رب بجد ربنا يجعل فيها الشفاء، لان انا جربت حاجات كتير ولسه لحد دلوقتي بصراحه. بس انا ما خدتش ادويه، اللي هي مضادات حيويه ومضادات الجرثومه والحاجات دي، ما دخلتش في التجربه دي. يعني انا سمعت دكتور بيقول ان لو الجرثومه مش اعراضها مش باينه كترجيع وحوار يعني، بلاش تاخدوا المضادات وامشوا على الحاجات الطبيعيه مده طويله. فانا سمعت الكلام ده اكتر يعني. في دكتوره اسمها تقريبا ندى حرفوش، مش عارفه يا رب ما كنتش بقول اسمها غلط ودكتور كريم علي، اتكلموا عن الجرثومه وقالوا حلول وحاجات طبيعيه ممكن نعملها. فاتفرجوا على الفيديوهات بتاعتهم لاي حد عنده جرثومه يعني. وجبت ايه؟ جبت بقى كل انواع الصلصه وصلصه البيتزا والكاتشب من دره. بجد احلى نوع صلصه ممكن تستخدموه، ممتازه. واللبن بجيب يا اما المراعي يا اما لامار، الاتنين بالنسبه لي طعمهم واحد. يمكن في المشروبات السخنه بحب المراعي اكتر. ويا جماعه بقى الكومبو بتاعي الشتا، بس كان ناقصني علبه زي دي يكون فيها غله وتبقى البليله. جبت علبه فشار وعلبه عدس، وكان ناقصني زي ما بقول لكم، بس انا عندي كيس هبقى اعمله بليله ان شاء الله الفيديو الجاي، عشان البليله وحشتني قوي. وعدس بقى والحاجات اللي بتدفي في الشتا دي. جبت ايه تاني يا بنتي يا توشو؟ الشنطه دي انا بسميها كيسه بتاعه الازمات، لما اكون عايزه حاجه بسرعه ومش لاحقه حتى اشتري اكل من بره، مزنوقه في اي اكله وعايزه انجز بسرعه، فجبت الحاجات دي. جبت ده من مولتو، والامانه انا مش عارفه مولتو مقاطعه ولا لا، بس انا جبته لان في ناس كتير بتتكلم عنه، فمش عارفه بقى. قلت طالما في ناس كتير انا حتى بحبهم وهم مقاطعين بيجيبوا مولتو، فقلت هم اكيد ادرى يعني. بس انا بصراحه ما بحثتش، فبقوا عرفوني يعني. اللي هي القواعد بتاعه البيتزا قلت هتسعفني في اي يوم. اطياب طبعا مش مقاطعه، هي منتج مصري وبجد تحفه يعني. اكتر حاجه ممكن تجيبوا منها الستريبس ويطلع طعمه حلو قوي وبيبقى جميل قوي حتى لما بتحطيه في الاير فراير. الاطياب يعني دايما ده بحبه عندي يكون في التلاجة. ودي غلطه بقى جبتها، قلت علشان احذركم منها. جبت البرجر بتاع ميدكو، كنت جبت اخر مره جبته فيها تقريبا من 2021 يعني من كذا سنه. كنت على طول بقى بستخدمه لما كان قاسر صغير واقول حاجه سريعه وتنجزني. وفي مره جبته ما عجبنيش، فقلت لا انا عمري ما اعمل برجر تاني من الجاهز ده، انا دايما هجيب لحمه واعمله. وفعلا من يوميها بستخدم اللحمه العاديه واحط عليها توابل البرجر واعمل بيها برجر. معرفش بقى ايه اللي هفني المزاج اجيب العلبه دي، كان سعرها 196. قلت يعني فيها 20 قطعه، قلت تبقى الازمات. وجيت عملت منها امبارح للعشاء يا جماعه، بجد طعمه استغفر الله العظيم يا رب.
انا مش عارفه هل عشان انا اتعودت على طعم اللحمه ولا ده هو ما فيهوش لحمه، لدرجه ان انا حطيت لي كركور قطعه صغيره كده، قلت يدوقها عشان شمم الريحه. والله كركور مرضيش ياكله. فقلت ده شكله عجينه وتوابل بجد ووجع بطني. فاوعوا تجيبوا ده، دايما هاتوا لحمه واعملوها في البيت. انا خلاص اول واخر مره. وجبت بقى الدقيق اللي بيكفيني الشهر كامل، دايما بجيب 3 اكياس دقيق، يعني كل كيس بيكون فيه كيلو. بحب اجيب اللي هو دوبيلا ده للكيك، بيطلع الكيكه حلوه قوي وهشه ومظبوطه وطعمها بيبقى حلو مختلف عن اي دقيق تاني في طعمها. وبجيب اللي هو كنت بجيب الضحى، وبعدين لقيت المطعم ده انا بحبه سعر الكيلو فيه 26، فقلت حلو. ولقيت حوا منزلين دقيق، اول مره كنت اشوفه، بس انا بحب منتجات حوا، بحب المكرونه بتاعتهم. سعر الكيس فيه كان 18 جنيه. فقلت يعني اعمل تعادل كده، كل واحد بسعر واجربه. المطعم جربته حلو قوي، دوبيلا طبعا تحفه. حوا لسه هجربه، مش عارفه بقى هيطلع حلو ولا لا. المكرونات برضو بقعد احسبها في دماغي كده، بقول الشهر انا حاسه انها رغايه قوي ولا انتوا عادي. المهم بقعد اقول ان الشهر 4 اسابيع، فانا هعمل كام مره مكرونه في الاسبوع؟ مرتين مثلا. فبمشي بحسبها في دماغي كده. اتعودت بصراحه بعد ما الدنيا غليت وبقت كل حاجه غاليه، اتعودت ان انا اجيب اللي يكفيني الشهر كامل، بحيث الحاجه ما تبقاش قاعده عندي مده صلاحيتها تتاخر، تتركن، ريحتها تتغير. اجيب كل حاجه تكفيني الشهر. فجبت اللازانيا دي، قلت عشان اعملها في مره ان شاء الله. وجبت اللي هي المكرونه القلم دي علشان اعملها مره مكرونه بشاميل برضو. والسباكيتي ده كيس بيبقى كيلو او كيلو الا، بيكفينا على مرتين. وجبت 2 من المكرونه الصغنطوطه دي عشان بعملها مبكبكه لما اكون عايزه اكله سريعه بسرعه بسرعه، وبضرب معاها اي قطعتين ستريبس، فبيعدي اليوم بالنسبه لي. انا جبت روجينا منين؟ المهم يعني اكتر نوع شعريه بحبه هو ده، بيبقى طعمه حلو قوي. ريجينا يا جماعه مش روجينا. بحبه هو ده، بيبقى طعمه حلو جدا جدا في الرز، بحس طعمها بتخلي الرز طعمه حلو قوي. والحاجه اللي لسه مجرباها الشهر ده البقسماط بتاع الضحى يا جماعه، بجد خطير. معرفش ده بتهيألي ولا ده بجد. انا دايما كنت بجيب البقسماط العادي اللي معروف، مش فاكره حتى اسمه ايه. فجيت في مره جربت الضحى، طلع البانيه القطع كده مقرمشه وطريه وطعمها حلو ومش محروقه ولونها ذهبي، بجد كان حلو قوي فحبيته يعني. مش عارفه سعره كام. ندخل على طول على الصلصه. كنت عايزه اوريكم الصلصه لما عملتها في الاكياس دي. بخاف بصراحه اخزن الطماطم او اي حاجه سوائل في الاكياس ذاتيه الغلق دي، يعني بخاف اكمل بقى واقعد اعمل الاكياس واجي احطها على بعض في الفريزر، واحد يفتح فيبهدل لي الدنيا طماطم وتجمد بقى وتبقى مأساة. انا دايما بحب الطماطم احطها في الاكياس دي وانا بعملها عقده من فوق كده. قشطه قشطه. المهم عملت بقى كل الطماطم، وما شاء الله كانت كميتها حلوه قوي. هي تعبتني شويه لحد ما صفيتها، بس انا مستحيل مستحيل اعمل الطماطم بالبذر والقشر بتاعها، بتبقى طعمها وحش قوي. فانا دايما بحب اصفيها. وربنا يا رب ما يقطع علينا عاده، وكل سنه وانتم طيبين. تقريبا كل سنه بشارك معاكم فقره الطماطم دي، بس انا بحبها قوي. بس ما شاء الله السنه دي انا كترت عن كل سنه. الشجاعة خدتني، يعني لقيت سعرها حلو قوي والشجاعة خدتني، قلت هجيب 10 كيلو. كنت كل سنة بجيب 5 كيلو تقريبا. وبس ربنا يبارك وناكلهم كده بالهنا والصحة. وانتوا كمان تشجعوا، هاتوا طماطم وخزنوها بجد بتبقى حلوة قوي. انا بعد ما صفيتها ضربتها تاني بالهاند بلندر واديتها كده غليتين على النار، وبعدين بسيبها تهدى خالص واعبيها في الاكياس بالشكل ده. الكمية دي انا بكون عارفة ان هي بتكفيني طبخة، يعني بعبي المج ده بملاه، هو ده بيكفيني طبخه وبتبقى كافيه بالنسبه لي وبتبقى تقيله كمان. بس وعشان اخلي لونها احمر كده، ضفت على الكميه دي كلها حوالي 3 معالق صلصه من الصلصه اللي هي العاديه اللي انا كنت جايباها، اللي انا وريتها لكم. بس بتخلي برضو طعمها حلو قوي، وبتخلي يا ربي لونها حلو. وما بكونش حتى لو جيت في يوم بطبخ وما عنديش صلصه، ما احسش ان انا كان نفسي في معلقه صلصه تخلي الاكل لونه احمر وحلو. عارفين انتوا الاحساس ده؟ بس كده يا ولاد، ده كان فيديو النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، واكون شجعتكم على اي حاجه حتى لو بسيطه. وبجد بجد وحشتوني، وشكرا شكرا من كل قلبي على تعليقاتكم الحلوه ليا دايما. انا بحبكم وبعتبركم اخواتي، وادعوا لي ان شاء الله بعد الاجازه دي الواحد يستمر. يعني انا دايما بقعد اقول ايه، لما العيال ياخدوا الاجازه انا هستمر، هبقى فاضيه اكتر. لا لما العيال يروحوا المدرسه انا هبقى فاضيه اكتر. بس هو شكله العيب فيا، انا مش عارفه العيب فيا او في العيب في كميه الحاجات اللي ورا الواحد.
فالواحد طول الوقت بيجري. فربنا يعيننا كلنا على كل مسؤوليات حياتنا، والمهم دايما نبقى مبسوطين ونعمل اللي يبسطنا ويريحنا نفسيا. يعني القاعدة اللي انا بجد حطيتها لنفسي السنة دي، الايام دي مش هترجع تاني. اي ايام بتعدي في حياتنا عمرها ما هترجع تاني. اللحظة الحلوة اللي بنعيشها دلوقتي مع اولادنا وفي حياتنا وفي بيتنا، حتى لو في لحظات بتبقى جري وضغط ومش عارفة ايه، في لحظات تانية بتبقى حلوة، فنتبسط على قد ما نقدر باللحظات الحلوة، لان هي مش هترجع تاني. وطالما حاجة يعني ترضي ربنا وحاجة مش حرام، نتبسط ونعمل اللي يبسطنا مهما كان نظرة غيرنا. الحاجة دي هي تستاهل ان احنا نديها وقتنا ولا لا. يعني من الحاجات اللي كنت قريتها مرة في كتاب قهوة صباحية مع النفس، لما كانت الكاتبة بتتكلم عن السعادة، كانت بتقول يعني منظور السعادة مختلف من شخص للتاني. كل واحد في حاجة ممكن يبقى شايفها بتسعده قوي قوي، التاني يبقى شايفها ايه التفاهة دي، الحاجة دي لا ما تسعدش، انت بتضيع وقتك في ايه، الحاجة دي تافهة قوي، يا هي دي اللي بسطاكي، يا مش عارفة ايه. لا، السعادة دي مفهومها مختلف. ممكن حد يكون بيسعده قوي ان هو يعمل مشروب دافي ويقعد شوية في الشمس ويشربه، وتبقى اعصابه هادية وباله مرتاح حتى لو ما كانش بيجري وبيعمل. ممكن حد اللي يسعده ان هو يبقى طول اليوم فاحت نفسه وبيشتغل علشان يجيب فلوس اكتر، عشان يعمل حاجة اكتر، هو بيتبسط كده. فكل واحد الحاجة اللي بتسعده يعملها في حياته طالما ترضي ربنا. بس هي دي القاعدة اللي انا معتمداها بقالي كذا سنة، وان شاء الله تكمل معانا السنين اللي جايه يا رب في صحه وسعاده. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. وتقريبا ده اطول فلوج عملته، يعني عمري ما عملت فلوج وصل ل 30 دقيقه. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه.